قبل الختام فقط في إطلالة على معرض السيارات القديمة وتظاهرة يوم بلا سيارة المنظمة في بلدية الدويرة بالجزائر العاصمة مع زملاء فقط إن كانت الصور تصلنا على المباشر من هناك. أذكر أنه تنظم صبيحة اليوم هذه التظاهرة التي اعتاد عليها العاصميون وسط العاصمة بالحديث عن يوم بلا سيارة هذه المرة في الدويرة. زميلي هارون، احنا متواجدين هنا في مدينة الدويرة، إن تدور هنا فعاليات يوم مفتوح، يوم بدون سيارات، أي مدينة دويرة بدون سيارات. هي مبادرة تحسيسية كان فيها عدة نشاطات. اليوم لقات استحسان المواطنين كاستعراض لسيارات قديمة عتيقة من عهد الاستعمار الفرنسي. كاين أيضا غلق للطريق الرئيسي لمدينة دويرة، كاين فيه ألعاب للأطفال. نعم. ونستمتعوا كثير بهذه الألعاب. وهذه المناسبات زمنت مع الذكرى المزدوجة ل 20 أوت وانعقاد مؤتمر الصمام وأحداث ساقية سيدي يوسف. إذا بهذه المناسبة يحضر معي رئيس بلدية دويرة السي جيلالي روماني. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم أخي الفاضل. على كل حال بهذه المناسبة السعيدة، الاحتفال بذكرى 20 أوت، ارتأينا أنه يكون الاحتفال خاص ومميز، فقمنا بتقديم دعوات لعدة جمعيات لتشاركنا هذا الاحتفال الكبير. كما تلاحظون وكما تشاهدون، هناك عدة جمعيات قد شاركت معنا بطبيعة الحال مع الأسرة الإعلامية. كذلك جمعية السيارات الميكانيكية اللي هي أيضا بدورها قامت بالمبادرة وقامت بإحضار بعض السيارات القديمة الطراز. واليوم المفتوح هذا بدون سيارات، الإخوة الزملاء في الجمعية ساهموا بالمبادرة هذه لعرض سياراتهم الخاصة دون استعمال الطريق، يعني هو معرض للسيارات دون استعمال الطريق. حبينا نوصلوا واحد الفكرة للمواطن الجزائري أنه يمكن للإنسان أنه يتمتع في مدينته دون اللجوء إلى استعمال السيارة، حتى يكون هناك فضاء للجميع، للأطفال، للكبار، للصغار، فضاء مختلفة نتلاقوا فيها ونتعرفوا فيها بعضنا بعض ونتعرفوا على مدينتنا بطبيعة الحال. ومرحبا بكم. الله يسلمك. إذا سيدي، هي مبادرة ناجحة، كيفاش راكم تشوفوا مع المواطنين؟ هل كان تجاوب كبير مع المواطنين أم لا؟ في الحقيقة الحكم الأول والأخير يكون هو المواطن اللي شارك معنا في هذه التظاهرة. هذه أول تظاهرة نقوم بها في المستوى المحلي، إن شاء الله تنال إعجاب واستحسان المواطنين، وبطبيعة الحال راح تكون سنة حسنة وسنحاول تكرارها في الفرص القادمة إن شاء الله. طبيعة الحال لكل نشاط بعض النقائص، احنا نحاول نتجاوزوها بالمره هذه، ومن التجربه هذه راح نستفيد من اخطائنا ونحاول ان تكون احسن واحسن. ولكن الملاحظ انه عند جل المواطنين استحسنوا الفكره وتقريبا خرجوا فيها الروتين، والدليل على ذلك انه العائلات الجزائريه الدويره بصفه خاصه قد شاركونا هذا الاحتفال بخروجهم من البيوت ومع اولادهم للمشاركه في النشاطات الثقافيه هذه الموجوده على المستوى المحلي. شكرا سيدي، شكرا. يحضر معي ايضا سي حسن الكحل، ممثل اصحاب السيارات العتيقه وصاحب سيارات عتيقه ايضا. واش تقولنا سيدي؟ مرحبا بك. اولا مرحبا بكم، مرحبا قناه النهار هنا معنا في الدويره. السلام عليكم. راكم تشوفوا التظاهره هذه واش جلبت الببليك اللي عندها، الله يبارك. حنا هنا في الدويره دوك الحمد لله راه عندنا 10 مشاركين، عندنا 10 سيارات من الدويره هنايا، ديجا رانا في 10 سيارات. والتظاهره هذه كما تشوف الحمد لله نجحت نجاح كبير. ومن خلال التظاهره هذه هنا نشوف الشباب تاع المنطقه هذه باش يعرفوا السيارات التاريخيه هذه، باسكو عندها علاقه بالتاريخ الجزائري. هذه السيارات اللي خلاها المستعمر الفرنسي، اللي ورثها الشعب الجزائري على المستعمر الفرنسي. يشوفوا التاريخ تاعهم، يشوفوا تاريخ حي. يعني هنا يشوفوا السيارات هذه كيفاش كانت في وقتها تمشي، كانت جديده كما تشوف فيها هكذا قدامك. والتعليق يبقى لكم انتم راكم صحفيين، وماذا بيا يكون التعليق لكم انتم، تعلقوا علينا احسن. نعم، ونترك الرأي للمشاهدين اللي حيستمتعوا بهذه الصور الجميلة. شكرا سيدي، شكرا سيدي الحسن. إليكم الخط، سلام. شكرا جزيلا لك زميل نور الدين، كنت معنا من دويرة. نذكر مشاهدينا الكرام أنه يقام اليوم معرض للسيارات القديمة وكذلك تظاهرة يوم بلا سيارات في بلدية دويرة بالجزائر العاصمة. قبل الختام فقط